إذا متابعينا الكرام، سلام الله عليكم ومرحبا بكم وتحياتي لكم أينما كنتم وأينما ارتحلتم داخل وخارج أرض المملكة. البارح ما درت لا فيديو لا لايف لا والو، احتراما للموت ديال الصديق الأخ الوجدي حر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه، وما كرهتكمش كلكم أنكم ترحموا عليه متابعينا الكرام في التعاليق. إذا متابعينا الكرام، وفي تفاصيل هذه الحلقة واللي غنتكلموا على العاقة وعلى مرات بوها اللي خرجات هزة الراية وكتقول عاش الملك بالهلا طريه ليها. متابعينا الكرام، خارجة هز الراية وحطها في راسها ولبساتها لبنتها الصغيرة وكتقول عاش الملك الهلا يطريه ليها. وحنا شنو الهدف ديالنا؟ حنا كمغاربة أحرار وكناس وكجالية وكيوتيوبرات، حنا شنو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا هو الدفاع عن الوحدة الترابية دي أول حاجة. حنا كمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أول حاجة بعدا كندافع ولا نهضر على راسي أنايا هو الدفاع عن الوحدة الترابية، بلادي وبلاد جدودي وبلاد ولادي. رغم على الأنف ديالك كتخرجي تقولي عاش الملك، وهذا يشرفني ويشرف المغاربة. الحمد لله خرجتي على الطوع ديالك، واخا تكوني جايه بواحد العقليه ديال انفصاليه ولا جايه بواحد العقليه ديال باغا تخربي اولا جايه من جهات الله اعلم، ولكن اوصلتي حتى لعند صحاب القنوات وانت تهبطي وانت تنعسي على رجليك. عاش الملك هكاك وإلا قال هيقد بها. إذا متابعينا الكرام، بغيتكم كلكم تكتبوا لي عاش الملك في التعاليق. خوتي العزاز، أنا ما نكذبش عليكم، أنا كنشوف بعض الناس كيخرجوا وكيتكلموا كيقول لك واش أنت كنتي معاهم، اللي كتقول على أن الأم أن البنت عندها علاقة مع بوها. لا، وانتي دابا كمتابعة واش انتي عالمه؟ انا نقولك واحد القضيه، راه هناك بزاف ديال النساء مساكن اللي كاتمين السر، راه منهم دابا كاين اللي دابا كيتفرج في هذا الفيديو وعنده شي سر ما قادرش يقولوا، ما قادرش، لان دائما الخوف من المجتمع ان الناس غياخذوا عليه واحد النظره خايبه. كيفاش وحده غتخرج متابعينا الكرام وغتقول لكم على انا عندي علاقه مع با؟ كيفاش غتخرج هي بوجه مكشوف وغتقول على ان عندها علاقه مع باها؟ راه معمر البنت تبين شي حاجه امام الملأ. راه واخا يكون باها تيزني معاها، واخا يكون خوها كيزيد ليها، حاشاكم متابعينا الكرام واسسمي على هاد الكلمه هادي، راه واخا يكون ولد عمها طيح عليها، راه واخا يكون ولد خالتها معاها، راه والله ما تخرج تقولها بالرب، لان دائما غيكون عندها تخوف. ولكن الا تسترنا على بحال هذا الجرم هذا فراه غينتشر الفساد في الارض. متابعينا الكرام، غيولي الراجل ينوض لبنته، وغتولي المراه تنعس مع ولدها، وغيولي هادي مع هادي، وغتولي بنت خو هذا مع ولد خالتي هادي، وغتخربق الدنيا. حنا عندنا اصول وعندنا مقدسات خط احمر. متابعينا الكرام، حنا في دولة إسلامية أول حاجة، واخا ما نكونوش في دولة إسلامية ونكونوا في شي دولة اللي هي السند ولا الهند، بار اكزومبل السند ولا الهند، راه خاص يكون الاحترام واجب. راه ما يمكنش، راه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنني غير نوي أنني نفكر أن هذه طايحة مع بوها أو بوها تيزني معاها، راه ما تدخلش ليا العقلي. واش بالله عليكم يا متابعين هناك فيديوهات ولايفات، على المباشر كنشوفوا كيفاش البنت كتروم لبوها. خليني من حنان الاب وحنان الام، داك الشيء راه خليه بوحدو. راه ماشي كتقولي بابا كي جاتك قطعه شعري عجبتك، واش عجبتك؟ بالله عليكم اين هو احترام الاب؟ واخا سيدي ما عندهاش علاقه مع باها، وعلاش خرجت مؤخرا قالت لكم بان باها ما عندوش النفس، وما يقدرش يهضر، وخرجوا نتوما المغاربه اللي عنده شي ما يديروا.
قال لك ندينهم من افواههم، راه هي اللي قالت ماشي انا، هي اللي قالت حق با ما عندوش النفس باش يخرج يتكلم، عافاكم نتوما اللي هضروا عليا. اذا بوها علاش ما غاتكونش عنده النفس؟ لانه هو مولف على راه واحد ملي كيكون عنده واحد المصيبه اولا دير واحد الكارثه اولا مخشي في واحد لافير، متابعينا الكرام راه ما خاصوش يثير الشبهات ديال المتابعين. راه ما يمكنش ان المتابع يولي يشك فيه اولا صاحب القناه خصو يشك فيه، بالعكس خاصو دائما يبعد اللور ويتزوج ويجيب مرات البو ويبين واحد الحياه وحقه الواد. واش عقلتوا نهار الصغيره هذيك فاطمه الزهراء نهار خرجت وقالت ليه وشكون اللي تبات معاك اليوم، واش انا ولا فلانه؟ راه لا قالت لي راه فلانه راه غتبات معاك اليوم، يلا ونسات راه كاين لايف عادي تقول ويلي ما يمكنش تغلط غير مره وجوج وثلاثه واربعه. هناك فساد في فساد في ديك الدار، وحنا كنعلموا ان داك الشيء كيكون من سلاله من العمه للخاله، وان الام ديال السداري بوكركر متابعينا الكرام وفي زمن قريب ايام معدوده قالت لكم على ان باهم كان كيشد البنات صحه وحتى تيدير لها شنيكيته ولا شكيكيته وعاد كتمشي تنعس كيقول لها والله يماك تجي ديري شنيكيته صحه شنيكيته صحه. اذا داك الشيء موروث. اذا متابعينا الكرام والناس كمتابعين اللي كيدافعوا على هذا بوكركر هذا، حنا غنمشيو غير دقه دقه ضربه بالله عليكم. كيفاش اسره كلها معتقله خوه في الحبس على ودية الفساد، هو دابا مشدود لانه ضرب في القضاء ولان مازال تابعينه قضايا ديال هذه الاوديوات المسربه اللي حطوهم اصحاب القنوات انه يتظلل على بنات على عيالات الراجل. الاخت ما عرفتش سميت القناه ديالها اللي كتقترب بالديار الاوروبيه اللي هبطات دارت به شكايه اللي تزلل عليها امام الملأ. الاخت اللي كاينه هنا في باريس سومه اللي تزلل عليها امام الملأ حتى هي. واش نبقى نهضر؟ واش نبقى ندوي؟ الله يهديكم يا هاد البشر، وما تبقاوش تاخذوا اصحاب القنوات اننا في حرب. دابا انت كيكون عندك مشكل غير مع كمتابع، عندك مشكل مع سهيل باريس وراه اي موضوع غيهضر فيه سهيل باريس انت ضده، اي موضوع شي غنخرج ندير فلوغ تقول لك لا هذاك الفلوغ اللي دار ما عجبناش سير الله يلقيها لك. راه هكا الحياه تستمر متابعينا الكرام. راه كيف ما تدير مع هاد البشر راه ما كتدخلش ليه راسو، راه كيف ما كدير. اذا اليوم واش عارفين بان الصحافه والجريده كتبات على السداري بوكركر اعتقال يوتيوبر بمدينه فاس والسبب على انه عنده علاقه مع بنته؟ ورا الصحافه اللي كتبات راه الجريده وبانه اهين للقضاء بمدينه فاس، وقال على ان القضاء ديال مدينه فاس كياخذ الرشوه، وحنا كنعرفوا ان القضاء ديال مدينه فاس نزيه ومعروف بالصرامه ديالو وبالجداره والاستحقاق في العمل. الهجيج اتركت الهجيج اللي مشيتو قدام المحكمه ودرتو ديك هذاك التجمهور، هذا يعاقب عليه القانون. اللي متبعين براه شبكه قاصر اللي كتقول لكم جيو امام باب المحكمه باش دابزوا مع فلان وعلان وشعبان وتعبان، وبها شكون اللي تابعه النيابه العامه. والله العلي العظيم لانكم بوهال، والله لانكم جهلاء، والله لان ما عرفتوش انتم في الارض ولا في السماء، والله لان ان بنادم العقل ولا عنده زبده في راسو. كيفاش كتدافعوا على وحده وان بها متوهم اللي باينه؟ ياك نتوما وطنيين وملكيين وحتى النخاع حنا كنا كنقولوا عاش الملك رغم الاختلاف. ياك واخا تكوني ضدي انتيا ولا انت ضدي كمتابع كتدافع على السداري بوكركر راه خاصك تقول عاش الملك اوبليغاتوار. اذا منين انت كتثق في القضاء وراه هذا السيد راه اهان القضاء ديال مدينه فاس، اذا شنو؟ اذا واش نتوما كتدافعوا على انسان كانسان او لا كتدافعوا على انسان انه ضرب في القضاء؟ انا اشرحوا لي،
انا والله العظيم عييت من نتفرج وعييت من نشوف لي كومونتير ديالكم عند اصحاب القنوات اللي حنا ضدهم. والله العظيم ما تنقول لا حول ولا قوه. البشر هذا كي داير وحده جايه كاتبه لي تعاليق سير الله يلقيها لك. علاش ربي غير يلقيها ليا وانا في طريق صحيح، وانا ضد الفساد وضد عقوق الوالدين وضد امراه اللي هزت بنات وحملات بهم وضربتهم 9 شهور وردعاتهم عامين وزيد، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك امك ثم امك عاد ابوك. واش تقولي لي مسخوط الوالدين؟ انا كندافع على رضا الوالدين وانت كتقولي مسخوط الوالدين. والله لا ان كومونتير ديالك شريفه او لا شريف والله ما كيزعزعك. قالك يا جبل ما يهزك ريح، والله ما كيزعزعني بالله. والله تعاليقكم يما على بالي ان الحمد لله ان الناس عاقله. راه دي زالجيريان تبارك الله الذي اكن لهم كل الحب والاحترام، دي تونيزيان، مصريين، ناس في الامارات، قطر، السعوديه، ميريكان، زيد ناس جاليه كلهم مع سويل باريس الحمد لله. فيديوهات طالعين، فيديوهات الناس اللي لايك، تعاليق، الناس كتعبر. راه ما يمكنش ان كل شيء غيقول لك حقا راه سويل باريس مزيان. ضروري كاين واحد الفئه ديال الدبان اللي غتكون ضد سويل باريس، ولكن حنا كنشوفوا الاغلبيه. راه نتوما كمتابعين اللي كتدافعوا على هاد العقاد والله الا المخيره فيكم مسخوط الوالدين، لانكم كانت عندك واحد الحس امومي والله ما تدافعي عليها بالله. اذا رفيركا لبنينو اشقفينو اخنزينو اين انت؟ واش خرجتي قلتي عاش الملك ولا ما قلتيهاش؟ لا يطريه لك وبزز منك، وخاصك تبقاي تقوليها دائما. وهاد المره ما تبقيش غير تقوليها في اللايفات تفاديا ان الشرطه ما تعيطش ليا وتستجبني وتقول لي حقا راه سهيل باريس دار عليك الفيديوهات. لا، خاصك تدخليها لذاتك، وخاصك تزرعيها في قلبك، وخاصك تزرعيها في دمك، وخاصك تزرعيها في الروح ديالك، لان الوطنيه افى الدم. حنا راه وارثينا ابا عن جد. الله ينصر سيدنا ويطول في عمره ويحفظوا لينا ويخليه لنا تاج فوق الراس اللي حامي لنا البلاد، اسد المغرب واسد افريقيا. ها افريكا البراوشه فينك؟ راه الام ديالك، انا غنقولها لك، راه الام ديالك طريحه الفراش، راه الام ديالك ما بقاتش كتاكل، راه الام ديالك داوها 2 المرات لوبيتال، راه الام ديالك سميره اللي قايمه بها، راه الام ديالك ما بقاتش كتكلم، راه الام ديالك طيحات اكثر من 15 كيلو في هاد الايام اللي تعتقل فيها باك. ايوا قال لك نهيه وإلا عمى زيدو خليه. اما بالنسبه لمرات باكم، مرات باكم راه كتضرب بكم اللايفات وتضرب بكم فيديوهات وتجمع بكم الاموال، وتسعى بكم امام الملأ ودوز خلفها. واليوم راه لاحت واحد الفيديو عاوتاني ديال السداري بوكركر يتكلموا على القضاء حق انا راه ما غنمشيش. شوف هذيك السيده عندها هدف وانها باغا تغرق ليه الشقف وغدوز للشيبانيه حتى هي غتغرق لها الشقف، وانتم البرهوشات غتجي جمعيه غتهزكم، هذا هو الهدف ديالها، وغديكم جمعيه هي اللي تكلف بكم وهي غتصرف في الرزق ديال باكم وديال تريكتكم وغتزيد خلفها. ها الايام بيننا. خوتي والله ما سخيت بكم وتحياتي لكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله ونتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء.